السلام عليكم. الصف الخامس معكم اسمها احمد. النهارده هنشرح اول درس في الدراسات الاجتماعيه الترم الاول ان شاء الله باذن الله. يلا مع بعض كده بسرعه نشوف الدرس بيقول ايه. عامه هي الوحده الاولى هنا بتتكلم على موقع مصر متميز وطبيعه متنوعه، يعني هنتكلم عن الموقع والطبيعه، يعني تضاريس. تعالوا نشوف كده مع بعض. اول درس هنا بيتكلم على، بيقول لي موقع مصر الفلكي. طيب نشوف بيتكلم يعني ايه موقع مصر الفلكي. اول حاجه هنا جايبها لي، طبعا واحنا بنذاكر الدراسات معايا ورقه والقلم بتاعي في ايدي وفي الكتاب، ولا هقول لك ورقه ولا هقول لك بتاعي. خليك في الكتاب بتاعك بقلمك، لازم بخط ايدك تكتب. طيب اول حاجه بيقول لي عندي هنا شبكه الاحداثيات. ايه هي شبكه الاحداثيات؟ يعني ايه اصلا شبكه احداثيات؟ قال لك شبكه الاحداثيات هي خطوط الطول زائد دوائر العرض. يعني هي الحاجتين، خط الطول مع دوائر العرض، الاتنين مع بعض. تمام. طيب بيقول لي ايه؟ طب ايه اهميتها؟ اهميتها يجي يقول لك هنا بتساعدنا في ايه؟ بتساعدك في السفر واكتشاف الاماكن. كمان تستطيع من خلالها ان تحدد موقع مصر على الخريطة. يبقى ليها كام اهمية شبكة الاحداثيات؟ 3. ادي 1 السفر، 2 هكتشف الاماكن، 3 هحدد موقع مصر على خريطة العالم. طيب ازاي يا مس؟ انا مش فاهم. هو ده اللي احنا هنعرفه مع بعض دلوقتي. خلينا متفقين، احنا عرفنا يعني ايه اصلا شبكة احداثيات. هي خطوط الطول زائد دوائر العرض. طيب بما تفسر اهمية شبكة الاحداثيات؟ لا، شبكة الاحداثيات اهميتها اهي. يجي يقول لك الاهميه. ايه هي الاهميه يا مس؟ الاهميه مع حضرتك بتساعدني في 1 السفر، اكتشاف الاماكن، استطيع كمان من خلالها احدد موقع مصر على خريطه العالم. طيب بس كده، تعالوا بقى نشوف بقى. قال لك اصل شبكه الاحداثيات تتكون من نوعين من الخطوط. ايه هما الخطوط يا مس اللي انا بتعامل بيهم؟ الخطوط اللي حضرتك بتتعامل فيها هنا، الخطوط دول حاجتين، 1 2. ادي 1 خطوط رأسية، والرأسية جاية من الرأس، من راسك فوق. انت راسك فين؟ فوق ولا تحت؟ ادي راسك فوق اهي، صح كده؟ طيب يبقى رأسية ونازلة كده، يبقى انا كده ده خط طول. طب لما يقول لي افقية، افقية يبقى جايه كده 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 افقي. افقي كده كده دائرة عرض. يبقى انا كده خط طول، كده دائرة عرض. يبقى انا عندي شبكة الاحداثيات بتتكون اصلا من نوعين من الخطوط. لما يجي يقول لك نوعين من الخطوط ويجي يقول لك اكمل، تقول له ايه؟ خطوط الطول ودوائر العرض. يعني هي دوائر العرض، ما يجيش يلخبطك ويقول لك خطوط افقية. لا، ما هي خطوط افقية بس هي دوائر العرض. تعالوا كده نشوف مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ اختبر نفسك كده صح وغلط. بيقول لك تتكون شبكة الإحداثيات من نوعين من الخطوط. طبعا صح، احنا لسه حالا قايلين رأسية وأفقية. تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في الاتجاه. طبعا غلط، أنا عندي لسه قايلة دلوقتي رأسي وأفقي، رأسي وأفقي. ما المقصود بشبكة الإحداثيات؟ لسه حالا قايلينها. لو انت كتبت فوق كده اهو، فوق خالص هتلاقيها اهو مكتوب. يقصد بها خطوط الطول ودوائر العرض. بما تفسر أهمية شبكة الإحداثيات، برضو لسه قايلينها مع بعض واهي طلع لك بالسهم اهو فوق كده اهو. اهميتها 3 حاجات: سفر، والاكتشاف الاماكن، وبنحدد من خلالها موقع مصر على الايه؟ على الخريطه. تمام كده؟ في حاجه مش واضحه؟ كله تمام وكله واضح معانا، مفيش اسهل من كده. طب تعالوا كده نشوف كده ايه اللي بعد كده. بص، يلا نقلب الصفحه. ثواني اهو. نبدأ مع بعض بقى ناخد خطوط الطول بالتفصيل واهميتها بالتفصيل، وده جزء من شبكة الاحداثيات. ما انا لسه حالا قايله ان شبكة الاحداثيات بتتكون من خطوط الطول ودوائر العرض. طب تعالوا كده نشوف يعني ايه خطوط طول. خط الطول انصاف دوائر رأسية. ما هي خطوط رأسية، ما انا لسه حالا قايله لك. بتلخبط يا مس؟ لا حضرتك، خط الطول جاي من طولك. انت طولك راسك فوق، بنقيس طولك من رأسك كده من فوق. يبقى انا ايه؟ انزل لتحت كده، تبقى ده ايه؟ خط الطول. تمام. طيب ما يجي يقول لك ايه هو خط الطول؟ عرف. انصاف دوائر رأسية واصلة من فين؟ من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، من فوق لتحت اهي كده. اهي شايفينها؟ طيب خدنا السنة اللي فاتت مين خط الطول الرئيسي معانا وفاكرينه ولا لا؟ اسمه ايه؟ اسمه جرينتش. اسمه ايه؟ اسمه جرينتش. تعالوا كده نشوف كده. احنا اصلا يا مس عندنا كام خط طول واصل من القطب الشمالي للقطب الجنوبي؟ كام واحد يعني؟ قال لك 360 خط.
360 خط بقلمك كده اهو، وتحط خط تحتها كده عشان تبقى عارف. يجي يقولك ايه هو خط الطول الرئيسي، اسمه ايه ودرجته ايه؟ اسمه جرينتش ودرجته صفر. اسمه جرينتش ودرجته صفر، مهم، والسؤال ده بيجيلك دايما اكمل، ويجيلك دايما في الصح والغلط. طيب هنا اهو السؤال هنا بيقولك اهمية خطوط الطول. اجي انا بقلمي الرصاص واكتب هنا اهو، ثواني، هكتب هنا كده ما هي، اكتب جنبها هنا اهو ما هي. فبقى عندي السؤال ما هي أهمية خطوط الطول، أو تيجي تكتب جنبها كده بما تفسر، أو يجي يقول لك علل، كلها إجابة واحدة. ما هي بما تفسر علل، كلها إجابة واحدة. إيه أهمية خط الطول ده يا مس؟ بيساعدني في إيه؟ بيساعدك إن أنت تحدد الموقع. هتحدده فين إن شاء الله؟ عندك على خريطة ايه، الموبايل ولا خريطتك انت ولا خريطة مين بالظبط؟ قالك على سطح الارض. ايوه سطح الارض فين؟ ما انا عندي اتجاهات، شمال جنوب شرق غرب. فين يا مس هحدده فين؟ قالك لا حضرتك هتحدده شرق وغرب. شرق وغرب. شرق وغرب ازاي يعني يا مس؟ مش فاهم. ما هو حضرتك انت خطوط الطول الجميلة دي مش هي نازلة كده؟ ثواني، مش هي نازلة كده بالظبط؟ فبالتالي انت بتتكلم ما بين الايه، الشرق والغرب، بتتكلم شرق وغرب. طيب قالك وكمان بتساعدني بان انا اعرف ايه خطوط الطول، معرفة فروق التوقيت بين الدول. طيب ايوه مصر بتقع فين بقى في الليله دي يا مستر؟ انا مش عارف. قالك مصر، شايف الحته الحمراء الجميله ده اهي اللي على الكره الارضيه ده اهي؟ اه هي دي. ايوه يعني بتقع شمال جنوب شرق غرب فين؟ قالك في النصف الشرقي للكره الارضيه. يبقى مصر بتقع فين؟ في الشرق ولا في الغرب؟ قالك تقع في النصف الشرقي. يبقى مصر ناحيه الايه، الشرق. تمام. طيب انا عندي حاجه حقيقه فلكيه هنا، بيقول لك ايه؟ حد يجي يقول لي مش مهمه، لا مهمه وبتيجي. يجي يقول لك تدور الارض حول نفسها مره كل 24 ساعه. من فين لفين؟ عشان احنا بنتلخبط. من الغرب للشرق. من فين لفين يا مس؟ محدش يجي يقول لي اصل من الشرق للغرب، لا هي من الغرب للشرق. طيب الحته دي احنا بنقول عليها تدور الارض حول نفسها، دي بنقول عليها الدوره اليوميه. في عندنا حاجه اسمها دوره يوميه، وفي حاجه اسمها الدوره السنويه. فانت حضرتك شفت ده اهي، ده تعريف الدوره اليوميه. طيب ايه النتائج اللي اترتبت ان الارض بتدور حوالين نفسها مره كل 24 ساعه؟ ايه اللي حصل يعني؟ طب ما تدور، احنا ايه مشكلتنا؟ قال لحضرتك لما هتدور شوف كده، شروق الشمس اول حاجه، شروق الشمس على المناطق الشرقيه قبل المناطق الغربيه. هي مس ده هي اصلا لما بدأت تلف بدأت من الغرب. ما هي بدأت تلف من الغرب، فبالتالي الشمس بدأت تظهر على المناطق الشرقية الاول. كمان شايفين الخطوط ده اهي؟ ما بين كل خط والتاني 4 دقايق. يعني ايه 4 دقايق؟ يعني انا لو انا واقفة هنا وبدأت اتحرك عشان اوصل للخط التاني اخد 4 دقايق اهو. بص كده، يوجد فرق زمني يبلغ 4 دقائق بين كل خط طول والخط الذي يليه. طيب هنا بيقول لك هنا ايه؟ شوف السؤال بيقولك اشرح لماذا المدن الواقعة شرق جرينتش، خط جرينتش، تسبق في التوقيت المدن الواقعة غرب جرينتش. ارد عليه اقول له ايه؟ هقول له لان اول حاجة هقول له لان الارض بتدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق، وادى ذلك الى شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. طيب بيقولك ايه اللي هيحصل لو توقف دوران الارض حول الشمس؟ تخيل كده، ما هي الشمس طالعه اهي، تمام كده، والارض دي فضلت واقفه ما عادش بتلف. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان في جزء هيبقى فيه نهار ومش هيحصل فيه ليل، وهيحصل ان في جزء فيه ليل مش هيبقى فيه نهار. هو ده اللي هيحصل. طيب بيقولك صح وغلط. تقع مصر في النصف الشرقي للكره الارضيه، لسه حالا قايلينها اهي اهي. صح. تدور الارض حول نفسها مرة كل عام. يبقى مرة كل عام ازاي يعني؟ لا طبعا مرة كل 24 ساعة. طبعا غلط. طيب نكمل نشوف ايه اللي بعد كده. دوائر العرض، احنا خلصنا خطوط الطول. طب دوائر العرض بتقول ايه؟ قالك اصل انا دوائر افقية. افقية ازاي؟ مش احنا قلنا ان خطوط الطول رأسية كده، التانية كده افقية. طيب افقية ازاي؟ قالك غير متساوية في الطول. يعني ما هي ازاي برضه يا مستر؟ انا مش فاهم. لا هو الموضوع بسيط قوي. هي الكرة عاملة كده، هو من هنا
زي من هنا كده؟ لا طبعا، من هنا اطول. فهي الكوره مش متساويه. فيجي يقولك اصل انا غير متساويه، ويجي يجيلك صح وغلط، يقولك هي متساويه، لا هي غلط، هي غير متساويه. ترسم فين بقى ان شاء الله؟ حول الكره الارضيه. ايوه، بتساعدك في ايه؟ اصلا يعني ايه خصائصها يعني؟ اول حاجه، هم عددهم كام؟ هم 180 دايره عرض. اكبر واحده فيهم واللي تاخد المركز الاول دايره الاستواء. لازم اكون حافظ حاجه زي كده، قلمك في ايدك وخطط على اللي انا بخطط عليه. هتيجي تراجع بعد كده هتعرف انت كاتب ايه. تاني هنا بيقولك اهميه دوائر العرض، هتكتب جنبها يا اما هتكتب بما تفسر، يا اما هتكتب علل، يا اما هتكتب ما هي، وتحط الكوتشن مارك بتاعك. واحد، ايه اهميتك يا دوائر العرض؟ انا حددت الموقع على سطح الارض. ايوه، فين بقى؟ برضو ما انا اتجاهاتي ايه؟ شمال جنوب شرق غرب، صح كده؟ لا، انا بتكلم هنا في الشمال والجنوب. ليه؟ لان انا عندي اهو قسمتها لي، ادي شمال ادي جنوب. بتساعد كمان في ان انا دراسة المناخ. ايوه، دراسة المناخ ده من حيث ايه؟ حرارة، رياح، امطار. حرارة، رياح، امطار. انا عندي دوائر عرض رئيسيه، ما هم 180 عرض، 180 دايره عرض. بس انت عندك هنا 5 دوائر رئيسيه. وايه هم؟ ادي القطب الشمالي، الموضوع سهل جدا مش محتاج حفظ منك. ادي قطب شمالي قباله قطب جنوب. وانا عندي اللي هي الدايره الام اللي هي دايره الايه؟ الاستواء. اتبقى عندي فوق دايره الاستواء اللي هو شمالها، واتبقى جنوبها. طيب اتبقى ايه اللي شمالها؟ السرطان. واتبقى ايه اللي جنوبها؟ الجدي. هتلخبط يا مس، مش عارف ايه اللي في الشمال وايه اللي في الجنوب. طيب بص، انا هقول لك الجدي ده احنا نعلمه بالجدي اللي هو زي الخروف كده. الجدي ده بيمشي على الارض ولا بيمشي في السماء؟ بيمشي على الارض. طيب يبقى الجدي هو اللي في الجنوب. طيب والسرطان؟ هنقول السرطان ده زي العقرب بيطلع على الحيطه كده ويتسلق، يبقى هو السرطان ده هو اللي فين؟ اللي في الشمال. يبقى انا عندي كام دايره رئيسيه؟ ادي 1 2 3 4 5، 5 دوائر. انا ما حفظتش منهم حاجه لان هم سهلين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي قبال بعض. طيب اتبقى لي ايه؟ دايره الاستواء، ودي اللي بتقسم لي الكره الارضيه شمال وجنوب. فوقيكي ايه يا دايرة الاستواء؟ مدار السرطان. تحتك ايه؟ مدار الجدي. طيب الدرجات، انا مش قادر احفظ الدرجات. لا، ما هي مفيش فيها حفظ برضه. هي الدايرة القطبية الشمالية 66.5، القطبية الجنوبية 66.5. مدار السرطان 23.5، مدار الجدي 23.5. طب والاستواء؟ صفر، ما احنا لسه قايلين زيها زي جرينتش صفر. ما هي ما جابتش درجات، ما لحقتش تجيب. هي خدت المركز الاول بس هي درجتها صفر. طيب عملتي ايه دايره الاستواء؟ اصلا انا قسمت الكره الارضيه لنصين متساويين. متساويين، مش هنزعل حد. النص الشمالي زي النص الجنوبي، الاتنين قد بعض. طيب وفوق في عندي دايرتين؟ في عندك دايرتين. وتحت في عندك في الجنوب دايرتين. تمام كده. طيب لما يجي يقول لك بقى مصر بالنسبه لدوائر العرض واقعه فين؟ في الشمال ولا في الجنوب؟ قال لك لا، في الشمال. يعني معنى كده ان انا مصر لازم احدد اقول هي تقع فين بالنسبه لخطوط الطول وتقع فين بالنسبه لدوائر العرض. بالنسبه لخطوط الطول هي واقعه في الشرق، بالنسبه لدوائر العرض هي واقعه في الشمال. طب اجمع الاتنين يبقى شمال ايه؟ شرق. شمال بالنسبة لدوائر العرض، شرق بالنسبة لخطوط الطول. يبقى المفروض يبقى هي تقع فين؟ شمال شرق، وده على الكرة الأرضية. طيب تعالوا بقى، السؤال ده دايما بيجي وهتلاقوه في الأسئلة وراه. يعني وانت بتحل كده الواجب بتاعك هتلاقي السؤال ده في الأسئلة. يجي يقولك ايه وجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ قال لك والله الاتنين اصلا وهميين. يعني ايه وهميين؟ يعني مش حقيقيين. معقول مش حقيقيين؟ طبعا. هو انت وانت ماشي في الصاله كده ولا ماشي في الشارع اتخبطت في خط طول ولا في دايره عرض؟ لا طبعا. فاصلا طب وهميين ازاي يعني يا مس؟ قال لك والله اصل اللي رسمها العلماء. ايوه يا علماء، هو انتوا رسمتوها فين؟ قال لك على الخريطه بس كده؟ لا، ومجسمات الكره الارضيه. وبيرسموها ليه يا ميسي؟ يعني هم فاضيين؟ قالك لا، ما هو عالم وبيدرس عشان يقدر يحدد موقع الاماكن بدقة على سطح الارض. يبقى ايه وجه الشبه ما بين خط الطول ودايرة العرض؟ ان الاتنين مش حقيقيين، الاتنين وهميين. وهميين. طيب مين اللي رسمهم؟ العلماء. رسموهم فين؟ على الخرائط ومجسمات الكرة الارضية. ليه؟ يجي يقول لك ليه؟ علل، تكتب كده اهو ليه وبما تفسر. لتحديد ايه؟ لتحديد موقع الاماكن بدقة على سطح الارض. طيب
نكمل كده نشوف كده بعدها. بصوا كده السؤال ده بيقول لك تقع مصر فين؟ وقعت مصر فين؟ شمال دايرة الاستواء في نصف الكرة الايه. هو حالا بيقول لك انا في شمال، يبقى هتبقى في نص الكرة الايه؟ الشمالي. الشمالي اهو. انا كده اكتبها لك صح. القلم بتاعي السن بتاعه تخين، فمش بيكتب، مش بيساعدني على الكتابة على طول. طيب اكبر دوائر العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء. ممتاز. احدى دوائر العرض الرئيسية وتقع في النصف الجنوبي، ودرجتها 23.5 في الجنوب. انا لسه حالا قايله لك ايه اللي بيمشي على الارض؟ مدار الايه؟ ايوه بالظبط، الجدي. الجدي، برافو عليك. ايه العلاقة ما بين دوائر العرض والمناخ؟ لو تفتكر كده هنقول تساعد دوائر العرض في دراسة المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. تساعد دوائر العرض في دراسة المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. طيب وبعد كده عندي حاجة اسمها الموقع الفلكي. ايه الموقع الفلكي ده يا مس؟ قالك ده فلكي كده، حاجة جايلك كده من ايه؟ يقول لك اللي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه برضو يا مس؟ قال لحضرتك هتشوف دلوقتي. يعني نشوف المكان ده بيقع على ما بين دايرة عرض قد ايه وما بين خطي طول قد ايه. هو ده الموقع الفلكي. يبقى ايه هو الموقع الفلكي؟ هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني مثلا شايفين القاهرة كده مثلا كده نقع على خط طول قد ايه مثلا؟ هنا ده خط الطول ده رقم كام مثلا؟ يجي كده ده خط الطول على دايرة عرض قد ايه. بس هو ده اللي هو عاوز يعرفه. طيب ماشي، ده بيساعدك في ايه؟ بيساعدك في دراسة المناخ. هنعرف دلوقتي ازاي. فقال لحضرتك والله طب انا لو هاجي هتكلم على مصر كلها، يعني مش حاجه معينه على الخريطه دي. لا، قال لك لا دي كلها على بعضها. مالها بقى مصر كلها؟ قال لك مصر بتقع ما بين دائرتي عرض. مين ومين؟ انا متلخبط يا مستر ومش فاهم ومش عارف الخريطه دي، انا تايه. طب بصي يا حبيب قلبي، احنا مش قلنا ان دوائر العرض المفروض ان هي كده؟ تمام. فهو بس قام جاي لك، شايف النقطتين الحمراء دول كده؟ هي دي دوائر العرض. بس هو دي دايرة العرض. تعالى شوف كده ما بين دائرتي عرض 31 36 و22 ولا اي حاجة. بس اهو 31 شايفينها و6 و22. طيب وما بين خطي طول ايه؟ 37. ادي خط الطول بتاعك اهو. اهو 37 ده خط الطول بتاعك اهو. 37 و25. طيب بيقول لحضرتك والله انا عندي دايره عرض رئيسيه بتمر في مصر. انت يا مستر لسه قايله لي ان في 5 رئيسيين. لا احنا عندنا بقى اللي بيمر في مصر واحده بس. مين هي؟ مدار السرطان. ودي تحفظها زي اسمك. بيمر في شمال ولا في جنوب ولا في شرق ولا في غرب؟ اصلا دوائر العرض ما ينفعش تمر في شرق وفي غرب. دوائر العرض يا اما في الشمال يا اما في الجنوب. دايره العرض الرئيسيه اللي بتمر عندك في مصر مدار السرطان. مدار الايه؟ السرطان. بيمر فين؟ في جنوب مصر. تكتب جنبها كده اهو مهمه. يا اما هتعمل علامه المهم اللي هي دي عشان تبقى عارف الحته دي مهمه. قال لحضرتك والله ودي حاجه مهمه جدا، اهتم القدماء المصريون بعلم الفلك. يجي يقول لحضرتك هنا اهو دلل. السؤال ده يجي يقول لك دليل. يجي يقول لك ادلل ازاي؟ يعني انت معاك دليل؟ معايا دليل. اصل هم لما جم يدرسوا علم الفلك فاستخدموا ايه؟ حاجات كتير. بص كده استخدموا ايه؟ استخدموا علم الفلك ده في ايه؟ في تحديد المواقع بالنسبة اهو، تحديد المواقع وتوقيت الزراعة. واستخدموه كمان في تنظيم الاعياد الدينية. واستخدموه كمان في بناء الاهرامات. يبقى لما يجي يقول دلل اهتم المصريين القدماء بعلم الفلك، هتقول له لانهم استخدموه في تحديد المواقع وتوقيت الزراعة. استخدموه في تنظيم الاعياد الدينية. استخدموه في بناء الاهرامات. يجي يقول لك ما العلاقة ما بين علم الفلك وما بين القدماء المصريين؟ هقول له اهتم المصريون القدماء. يجي يقول لك كده اهو، يقول لك ما العلاقة. فلازم تكون عارف ايه العلاقة ما بين القدماء المصريين وعلم الفلك. هتقوم قايل له ايه؟ اصل استخدموه في تحديد المواقع وتوقيت الزراعة، وتعيد له تاني. طب لما يجي يقول لك ايه علاقة علم الفلك نفسه ببناء الاهرامات؟ هتقول له استخدم المصريين القدماء علم الفلك في بناء الايه؟ الاهرامات. حدد دائرة العرض الرئيسية اللي بتمر في جنوب مصر. لسه حالا قايلينها وهي ايه؟ مدار الايه؟ مدار السرطان. برافو عليك. طيب هنا بيقول لي تعالى احل معاكم دول كده احنا خلصنا الدرس.
انصاف دوائر رأسية تصل ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. انت شمال وجنوب تبقى انت على طول خطوط الايه؟ الطول. ما يلخبطكش يجي يقول لك دوائر رأسية يبقى انا اتلخبط اقول له دوائر عرض. لا، انت ركز اهو، انت من الشمال للجنوب يبقى انت نازل كده. فلما انت نازله كده يا حبيبتي تبقى انت كده ايه؟ خطوط الطول. تمام. طيب تقسم دائرة الاستواء الكرة الأرضية لنصفين، شمالي وإيه؟ ها أركز كده ما تلخبطش، أنت شمال يبقى اللي بيقابلك تحت الإيه؟ الجنوب. خط الطول الرئيسي مين كان اسمه إيه؟ بالظبط جرينتش. جرينتش. انتوا طبعا بتعرفوا تكتبوا، انا القلم بتاعي خطه تخين، السن بتاعه تخين فمش مساعدني على الكتابه قوي. طيب بما تفسر رسم العلماء خطوط الطول ودوائر العرض على الخريطه. ها ليه؟ احنا قلنا عشان تساعدهم في دراسه الايه؟ بالظبط كده، في دراسه الاماكن. اهو برضو ارجعك كده تشوف الاجابه بالظبط اهي. هما رسموها ليه يا مس؟ اهو لتحديد، شايفينها؟ هشاور عليها حالا اهو، لتحديد موقع الاماكن بدقة على ايه؟ على سطح مين؟ على سطح الارض. طيب السؤال اللي بعد كده يقول لك هنا دلل على صحة العبارة. احنا هنا اهو عشان برضو ايه ما تتوهوش مني. هنا دلل على صحة العبارة. بيقول لك اهتم المصريون القدماء بعلم الفلك. لسه حالا قايلنا اهتموا بيه. شوف لسه حالا انا قايله لك دلل. هتيجي تقول له ايه؟ لان القدماء المصريون اهتموا بعلم الفلك في عدة مجالات، استخدموه في عدة مجالات زي تحديد موقع المواقع، توقيت الزراعة، تنظيم الأعياد الدينية، بناء الايه؟ الأهرامات. لما يجي يقول لي أقارن ما بين خطوط الطول ودوائر العرض من حيث الأهمية، الموضوع بسيط خالص مفيش فيهم أي حاجة. بص كده أهو، ادي الإجابة اهي، ادي الإجابة. من حيث الأهمية لازم أكتب كده، أقول له خطوط الطول أهميتها تحديد المواقع شرقا وغربا، معرفة فروق التوقيت ما بين الدول، مكتوبش واحدة واسيب التانية، بكتب 1 2. وهنا أهمية دوائر العرض تحديد المواقع شمالا وجنوبا. رقم 2 دراسة المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا الدرس. ان شاء الله هعمل فيديو تاني نحل مع بعض الايه؟ الأسئلة. اللي عنده اي سؤال او مش فاهم اي جزئية يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله ارد عليكم. يلا السلام عليكم.